السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى هنعمل مع بعض فيديو تتبيله الفراخ يا جماعه، مشويه على الفحم، خطيره خطيره خطيره. هيخلي ريحه الفراخ تجنن تجنن بقى، ومش عايزه اقول لك هتبقى الريحه فايحه بقى، والجيران بقى وتشم بقى وكده يعني. تمام. دي فرخايه انا منضفاها كويس زي ما شايفين كده بنات اهيت، متقطعه بالطول كده، مقطعاها اتنين كده بالطول. تمام. وانا فتحتها وزي ما انتم شايفين كده بالايه، بالسكينه بقى، وفتحت كده عشان ايه؟ التتبيله بتاعتي ايه؟ تخش جوه في اللحمه من جوه كده وتشرب منها. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنات، الفرخه زي الفل ما فيهاش اي حاجه. انا هتبلها من بالليل عشان انا عايزاها تشرب من التتبيله ويبقى طعمها احلى. تمام. انا هشويها على الفحم، فايه لازم ايه تبات في التتبيله، يبقى طعمها بقى حلو كده وجوسي من جوه وشاربه من التتبيله بتاعتي وخطيره. تمام. دي بقى الحاجات تحت التتبيله بتاعتي: جزرايه مبشوره، طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره. دي بقى البهارات بتاعتي: فلفل اسمر، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكركم، بهارات بهارات فراخ. تمام. كل ده على بعضه كده، هقلب كل ده على بعضه مع بعضه كده عشان ايه؟ يشرب من التتبيله برضو. وبعد كده ايه؟ هدعكه في الفراخ عشان يديها طعم حلو كده، وتخلي الجيران بقى تقول الله ايه الريحه الجامده دي، ايه الريحه الحلوه دي، يا ترى الريحه دي جايه من عندي مين يا ولاد؟ تمام. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده. وده الخضار بقى هشويه مع الفرخه، بيبقى طعمه حلو قوي 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 قوي. تمام. مقطعه فلفل برضو، واسيبه في التتبيله عشان يبقى ايه؟ يبقى شارب منه من الفراخ ويبقى طعمه برضو حلو. تمام. بصل شرايح جوليان، فلفل، وطماطم حلقات جوليان برضو، وشويه من صويا صوص، بتخلي الفراخ المشويه حلوه جدا جدا جدا. تمام يا بنات. هنا الفراخ طبعا مغسوله ومشطوفه ومنقوعه في محلول خل وليمون وكده وملح. واحاول على قد ما اقدر ان انا ايه؟ هشرب التتبيله دي كلها للفراخ. تمام. لحد ما ايه؟ تتغلغل كده جوه. بص يا بنات، حاولي على قد ما تقدري ان انت كل حته في الفرخه تشربيها من التتبيله. الحته اللي بتبقى واصله فيها التتبيله لما بتيجي تاكليها، انا عايز اقولك بيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. عايز اقولك كمان ان الجزر ده بيدي طعم في الاكل مسكر، بيعمل تسكيره حلوه قوي في الاكل كده، بيخلي الاكل طعمه حلو، لان كده كده طعم الجزر بيبقى حلو مسكر، اللي هو الطعم السكري الحلو ده، فبيخلي طعم الاكل حلو جدا، وخصوصا لما تحطيه في تتبيله الفراخ. عايزه اقول لك وانا بقلب التتبيله ديت ريحتها جايه في مناخيري، عايزه اكلها من كتر ما هي ريحتها حلوه. بصوا بقى يا سلام بقى لما تعملي الفراخ دي تتبليها بقى وتحطيها بقى في التلاجة بتاعتك وتبيتيها في التتبيله دي. بصوا انا شربتها كلها من التتبيله، وهمسك الخضار ده برضو كله كده، حاول يشرب من التتبيله برضو. وهقفل عليهم ايه؟ هقفل على الخضار جوه الخضار، هقفله جوه الفراخ كده. تمام. يبقى مقفول عليه كده، واحطها بقى ايه؟ في كيس وستريتش كده ولا اي حاجه، وبيتها في التلاجة. وتاني يوم بقى الصبح ان شاء الله اشويها بقى مع الخضار ده. ماشي. وهنشوفه مع بعض بقى ايه وهي مشويه كده وخطيره كده. بصوا، عايزه اقول لكم ريحتها جامده، ريحتها جامده جامده جامده. خير خلق الله حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد. خير خلق الله حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد. نفسي اشوفك يا شفيع العالمين، جوا مني حب وجوا قلبي نورك، قلبي داب يا سيدي وحلم عمر ازورك. جوا مني حب وجوا قلبي نورك،
داب يا سيدي وحلم عمر ازورك. شوقي ليك حبيبي بيكبر من سنين. نبي